مساء الخير. ايه الجهاز ده؟ عرفت انك عندك اسئله عايز تسالها. انا كنت في فرح، قلت اعدي على واحد صاحبي في الاستوديو بتاعه اساله شويه اسئله كده، حبت في دماغي وانا سايق ان انا اسالها. انا دايما يعني بشوف السماعات دي بقول خلاص تمام احنا هنستلم شغل مفيش منه يعني. مش بالضروره. المونتير اللي هيبعت لك صوت علشان تشتغل عليه، تمام، اوكي. نعمل له هندسه صوتيه. الماتيريال اللي المفروض بيبعتها لك بتبقى شكلها عامله ازاي؟ ايه اللي بيحصل معاك في المرحله دي، او بيبعت لك ايه بالظبط؟ بيتبعت لي العجب. لف لي بقى. طبيعي ان هو بعد ما يخلص مونتاج لوك الاديت، اي حاجه ليها علاقه بالفيجن، يعني مش هنلمس التايم لاين تاني بتاع المونتاج. دور المونتير خلص هنا. عشان يبعتوا للمكساج لازم يعمل حاجه اسمها يخرج حاجه اسمها OMF او AAF. الحاجتين دول بيخرجوا التايم لاين بالظبط، بيخرج التايم لاين صوت بس ويبعتوا لي، ويبعت لي زي فيديو درافت كده. وريني، وممكن توريني على ده مثال للتايم لاين اللي انت قصدك عليه. ده التايم لاين عند الفيديو اديتور، ده الOMF. التايم لاين بالساوند ديزاين بكل حاجه، تكات الصوت اللي متسجله في اللوكيشن، نيك مايك، بوم، جميع تكات الصوت اللي متسجله محطوطه تحت بعض، الساوند ديزاين كله اللي المخرج حطه مع الفيديو اديتور. الOMF او الAF هو التراكات كلها كده رو بدون اي افكتات، الاديتور عملها من عنده، صح كده؟ زيرو باور، من غير اي افكتات، من غير اي بان. حلو. وده بيبقى معاها فيديو، الاعلان نفسه بقى فيديو لو كواليتي كده عشان تبقى عارف ان الصوت ده مع الصوره دي، صح كده؟ الفيديو ده بشغله، بسنك عليه الساوند ديزاين وبشتغل فريم باي فريم. ممكن حد ما يبعتش الAF او الOMF، يعني يبعت لك مثلا تراك الصوت لوحده كده. انت بتبعت لي كده تراكات صوت لايرز، لما نيجي نشتغل مع بعض انت بتبعت لي لايرز، وده بالنسبه لي بيبقى مريح، لان انت خلاص عارف انت حطيت ايه واخترت ايه وخلاص. احنا حتى انت بتبقى مختار اصلا المايكات اللي انت عايزها، يعني يا ريت الناس كلها زيك كده مريح. ان هو هنا باعت لي مثلا ايه 30 تراك ورا بعض، بس احنا انت تبعت له كل الاوبشنز عشان لو في اي حاجه فيها مشكله يبقى هو عنده بدايل يقدر يحل بيها. الكامبين الكبيره اللي فيها مين كوبي وكات داونز 45 و30 و15 دي، لما بنشتغل على اللونج كوبي الكبيره احنا اتفقنا ان احنا لازم نلوك الاديت خلاص ما نرجعلوش تاني، خلاص بنخش الراوند مع الكلاينت وبنقفل القصه تمام. بعد كده بنشتغل في الصوت. ليه؟ عشان التايم لاين لو اتغير بيخليني اشتغل من البدايه من اول وجديد. وانس ان انت طلبت تعديل او عملت حاجه في الفيجوال انت بتتعبني ان انا اقعد اشتغل تاني من اول وجديد. انت ده بيبطئك اكتر وبيخلي الورك فلو ابطا وتسليمك ابطا ومشاكل اكتر. فانت لازم تبقى منظف السيكونس بتاعك، ما فيهوش غير الكوبي، وكده كده لازم تبقى حاطط الكوبي في اول التايم لاين عشان تعرف تسنك بعد كده لما يبعت لك في مرحله بقى في التصوير نفسه. يعني احنا صرفنا كل المصاريف دي وعملنا اعلان واضاءه وديكور وممثلين وقصه وعيد ميلاد، نجيب بقى حد ياخد تيك صوت بجهاز كويس بمايك كويس مثلا. بادجت ايه يا راجل؟ لو هي على 500 جنيه خلاص خدهم. يا عم خد يا عم 500 جنيه وهات. كلمني قول لي يا عم هبقى اخصمهم من البادجت بتاعتي. انا يجي لي مثلا تيك صوت بايظ، انا مش ساحر. وطبعا ما في AI، ما هو الAI ليه ليميتس برضه. يعني مثلا ملامح التيك، ملامح يعني الاشاره اللي جايه، ممكن مثلا البطاريه خلصت، طب ليه مش مأمن على البطاريه بتاعتك؟ البطاريه قفلت في جمله مهمه يعني والتيك اللي لاقط تيك بوم في ريفيرب وصدى صوت، في مثلا تيك فيه كليبنج ديستورشن مش طبيعي. الAI هيعالجه بس مش هيرجع، مش هيبقى تمام. مش انت بتستخدم AI؟ انا بستخدم AI طبعا. انا كان عندي في حاجه في تيك مسجلينه في الشارع حرفيا، دخلته على الAI خرج سهل. طب ما هو ممكن حد دلوقتي بيتفرج يقول لك طب انا بقى ليه اودي الصوت لمهندس الصوت؟ انا ممكن اقوم راميه على الادوبي مش عارف ايه الاونلاين ده، ماشي، تيك طخ طلع الصوت كويس. طب والبقيه الحاجه بقى والساوند ديزاين والمكساج والحاجه دي هتقدر هتخرج الاعلان مثلا هتطلعه باسبكتس معينه. في دلوقتي ويب سايت اسمه فريبيك بيسكن اصلا، يعني انت بتعمل ابلود لنسخه من الاعلان وبيعمل ساوند ديزاين. بص انا شايف ان الAI هو تول هتساعدني انا كمهندس صوت، عندي روح اقدر احطها في الاعلان. يعني هي تول في ايد مهندس صوت، مش في ايد اي حد عادي. يعني التول دي لو في ايد مهندس صوت هتبقى باورفول اكتر من ان هي تبقى في ايد واحد عادي. في حاجه مهمه جدا برضو كحد بيعمل اعلان، لازم زي ما قعدت في المونتاج تقعد في المكساج والساوند ديزاين. يعني انت لازم يبقى ليك انبوت في الساوند ديزاين، ما تسيبوش تماما لمهندس الصوت. لانه في فيجن بالظبط، هي الفيجن بتاعتك انت كمخرج. خبطه الباب رزعه عاليه قوي ولا رزعه خفيفه؟ يعني افتكر مثلا اتكلمت معاك في حاجه قبل كده، انت قلت لي لا انا عايز الصوت حي. انت كان ليك فيجن معينه، صوت معين في دماغه، هو عايز لصوت الباب. هو دايما الناس كلها مزنوقه، الشغلانه كلها ضيقه، الدنيا كلها احنا لازم نلحق، دايما بنجري ودايما بتسلم
وبيقعدوا شهور لحد ما الحاجه بتنزل، الاعلان ينزل بعدها. خلينا نقول ان اصلا انا كمهندس صوت هقعد اشتغل، لازم اقعد، مش هينفع ازيد عن 7 ساعات. طب هل الاعلان الدقيقه هيقعد 7 ساعات؟ لا، يعني مش هيقعد 7 ساعات أقل. لو الدنيا متنظفه وجميله وكلير وكل حاجه مترتبه والاديتور باعت حاجه مظبوطه وما عملش الاخطاء اللي احنا عاملينها دي، ممكن ساعه زمن اخلص الشغل. اسرع حاجه في العالم ساعه. ساعه زمن. انت بس نقطه ان انت تقعد 7 ساعات شغال دي انت بتتكلم عشان صحيا، لا مش صحيا، لا تكنيكال. انت بص، ودنك هتبتدي ترهق، هتبقى بتسمع غلط، تاخد قرارات غلط، فهتاخد قرارات غلط. يعني حتى احنا بنسمع بلاودنس معين، يعني حتى احنا بنسمع مثلا لما اجي بسمع مثلا 85 دي بي، لو زاد عن كده ودني هتتعب. الودن عامله زي السنسور كده، انت كانك عليت الجين بتاع المايك او السنسور بتاع المايك عشان ودنك لو الصوت واطي بتقعد تعافر عشان تسمع الصوت. مفيش بروجكت هيقعد 7 ساعات اذا كان معقد، والافريج من ساعه ل3 ساعات. برضه احنا بنتكلم في اعلان دقيقه. طب تعالى بقى مراحل الشغل في الصوت، والصوت بيحصل فيه ايه، عشان في ناس بتبقى فاكره ان هو شبه الاي اي كده بتدوس كليك فالموضوع بيبقى بسيط. لا. والدنيا بتبقى حلوه يعني. دي مثلا نسخه اعلان مبعوثه لي OMF. لما بفتح الOMF بيفتح لي التراكات كده، اوديو 1 اوديو 2، كل الاوديوهات اللي جايه في التايم لاين. هو بيبتدي لما بدوس اوكي بيحطها، بيعمل لها لوكيتنج وبيحطها. ده كله التايم لاين عند الفيديو اديتور، بالساوند ديزاين، بالتيكات. طبعا البرو تولز بيدخل الحاجه الستيريو، بيدخلها مونو. احنا بقى نقعد بقى ايه، نخلي الستيريو ستيريو والمونو مونو، ونقعد نظبط التراكس. انا بحب اقعد اشتغل كده على نظافه، واقعد ايه اخلص التايم لاين واظبطه، وبعد كده ابتدي اشتغل. يعني دي اول حاجه انت بتعملها، ان انت بتخلي المونو مونو والستيريو ستيريو. بنقعد بقى ايه نشوف التيكات الستيريو ونعملها. بتسمع يعني مثلا ده ستيريو مثلا، ده مزيكا. انت قلت بتشوف مش بتسمع صح؟ بالاثنين. ده مونو ده. طب الاستيريو انا لو حطيت الاثنين دول كده اهو هنا بقى ستيريو، بقى تراك ستيريو. انا عندي سؤال. انا عارف ان الدايلوج مثلا المفروض ان هو يكون مونو ولا ستيريو؟ مونو. الدايلوج يكون مونو مش ستيريو. طب مونو. الساوند افكتس على حسب. عندي ساوند افكت بيعمل حركه من اليمين للشمال لوحده، هو انا منزله كده. ليه هخليه مونو؟ طب ما اخليه حلو، هو بيعمل الحركه دي، بيروح من اليمين للشمال. طب انا محتاج العب فيه باننج، هعرف العب فيه، وهو مونو هعرف اجيب من اليمين للشمال، بس بيبقى مثلا امبيانت مثلا معين. طب يبقى الحاجه اللي هي كده مونو لازم تبقى مونو. الدايلوج هي بحس برضو ان هي بالنسبه لي اللي هو ايه، هو بني ادم بيتكلم بق واحد يعني ما عندوش بق مثلا هنا وبق الناحيه دي. طيب بقى ايه بعد قصه بقعد اختار التراكات. يعني مثلا انا دلوقتي ده مثلا الراجل ده كان متركب له نيك مايك، وفي واحده تانية جنبه متركب لها مايك، وفي واحد تاني معاه في نفس السينك متركب له مايك تالت، وفي مايك بوم مثلا لكلهم. فانا بقعد اختار اسمع الصوت مثلا. يعني مثلا يعيشنا في يعني مثلا ده صوت بايظ كده بالنسبه لي، طب اسمع مثلا ده كده. انت شايف ان المول محتاج؟ بص، بختار احسن تيك بالنسبه لي، بعمل سولو واقعد واسمع التيكات. انت شايف ان المول محتاجك؟ يعني مثلا ده تيك احسن من التيكات اللي فوق. انت بالنسبه لك بتفضل ان التيكات وانت تختار منها، ولا الاديتور يبعت لك التيك اللي هو سامعه عنده كويس؟ لا، انا شغلتي ان انا اختار احسن تيك. هو ممكن يختار تيكات ويكات شورت وننجز لو هو شاطر اوافق. انا مثلا عندي واحد لابس بدله سودا، بمشي معاه تيك اخد تيكاته كلها احطها في تراك الراجل اللي لابس بدله سودا. مثلا هسميه مثلا الراجل ذو البدله السوداء، مان ان بلاك مثلا. فهقعد بقى احط اصوات الراجل ده كلها التيك بتاعه هو بس في نفس التراك، وهكذا مع بقيه كل الشخصيات. انت كلمتني قلت لي انا عايز اعلي صوت الراجل ده اللي هو لابس قميص وبنطلون في اخر البتاع، انا عارف ومسميه اصلا عندي هنا الراجل اللي لابس قميص وبنطلون في البتاع. هروح له اعلي السيشن بتاعي يبقى نظيف ومترتب. خلصت الديالوج وقفلت كل حاجه وظبطتها، بخش على الساوند ديزاين، هو مسكن ايه واسمع هو حاطط ايه، واشوف ايه اللي ناقص وايه اللي لسه مش محطوط. ابتدي احط الحاجات الساوند ديزاين. بقفل طبعا الديالوج. خلاص قفلنا الديالوج خلص، واشتغل على الساوند ديزاين. طب انت الديالوج لما قفلته كده هل بقى عملت له فلتريشن وبتاع لسه انت كل ده تنظيم؟ انا ده كله تنظيم، بحط الحاجات على التايم لاين. خلصت الديالوج، حطيت المزيكا، ببتدي بقى اعمل المكساج تكنيك بتاعي. كل مهندس صوت وليه مكساج تكنيك خاص بيه، هو بيحب يشتغل بيه ومريح ليه بالنسبه له. انا ببتدي مثلا بالديالوج، لان ده الديالوج ده الهيرو بتاع الاعلان بتاعي. فببتدي بالديالوج، ابتدي احط بقى الاي كيو، وابتدي احط بقى ورينا، ممكن توريني على جمله كده؟ يعني مثلا انا خدت الصوت اهو بتاع الراجل ده اهو قبل الافكتات مثلا. انت شايف ان المول محتاجك؟ انت شايف ان المول محتاجك؟
ماشي. ده من غير اي فلاتر. الصوت فيه خروشه بدله، في صوت نويز. فانا بقعد اشتغل على الحاجات دي، بحط البلاجنز بتاعتي في سنه ريفيرب في المكان. هوريك حاجه الصوت هيبقى فيها واضح اكتر. بص ده كده، ده تيك متصور في الشارع. بص يا بسبوس، انا قررت خلاص ان احنا هناخد من الشقق بتاعه ايزولا سنترا، وده قرار مش هرجع فيه. كلاكسات وعيد ميلاد وقصه يعني ما يعلم بيها الا ربنا. اوكي. وده التيك اللي هم اختاروه وكانوا مبسوطين بيه جدا. عملت ايه؟ انا وديته كده. بص يا بسبوس، انا قررت خلاص ان احنا هناخد من الشقق بتاعه ايزولا سنترا، وده قرار مش هرجع فيه. ولا هناخد بنت هاوس. مدام نور طب عشان هو في شارع، انا لازم احط امبيانت شارع. انت شلت صوت الشارع عشان احط صوت شارع نظيف انا متحكم فيه واعليه واوطيه. فلما احط مثلا صوت الشارع هيبقى كده. بص يا بسبوس، انا قررت خلاص ان احنا هناخد من الشقق بتاعه ايزولا سنترا، وده قرار مش هرجع فيه. ولا هناخد بنت هاوس. طب انا صوت الشارع واطي اعليه، صوت الشارع عالي اوطيه، يعني براحتي. الصوت لما تحسه متاكل منه حاجات كده ومش طبيعي. صوت الشارع لما بيتحط بيخليه طبيعي، بيخليه الامبيانت لما بيتحط بيخليه كويس ويتسمع كانه حقيقي ونضيف جدا وفي الشارع. هي دي التركايه. انت شفت ايه اللي هيبقى مونو ايه ستيريو، وبعد كده ابتديت اول حاجه تشتغل عليها الدايلوج. نظفت الدايلوج زي المثال اللي احنا شفناه ده بالظبط، وابتديت تحط ساوند افكتس كل تراك لكل بني ادم وباسمه. كل تراك عملت مانجمنت كده للتراكس بالشخصيات بالكلام ده بالظبط. والساوند ديزاين برضو بنفس الاسامي بتاعت الساوند ديزاين والامبيانت وكل حاجه لوحدها. في الاخر خالص بقى بتحط بقى المزيكا، وبعد كده بتبتدي بقى المكساج بتاعك. وبعد ما المكساج يخلص بتبتدي تعمل ماسترنج. لازم الماسترنج دي اخر مرحله خالص بقى. بناء على المكساج كله اللي حصل دي اللي بتحدد بقى الاعلان ده هيطلع لاودنس قد ايه، هيطلع سوشيال ميديا، هيطلع تلفزيون. كل حاجه ليها ميتر. يعني مثلا الميتر ده يوتيوب وسبوتيفاي. هو مديني تشيك مارك على ال 14، احنا ماينس 14 دي بي. انت فاهم قصدي؟ فاحنا كده في الامان. ودي اخر مرحله خالص اللي بتخرج بيها التراك بناء على الاسبكتس اللي مطلوبه منه. حابب اشكرك جدا على الحلقه اللذيذه دي. يعني حاسس ان احنا قلنا كلام كتير. انا جاي لك من فرح عليك على طول عشان اسالك الاسئله. تخيل. ثانك يو مستر زيكي حبيبي اخويا.